طبعا السنغال النهارده، انا بتاسف طبعا لتاخير الحلقه، بس كنت بره وبتاع، وقبل ما رجعت من بره كنت بتفرج على الماتش بره. السنغال تتاهل الى دور ال 16 مع المنتخب الهولندي بعد فوز السنغال النهارده على منتخب كانت بتلعب مين؟ قطر بهدفين دون بهدفين الهدف. لا قطر، يا نهار ازرق، اكوادور يا عم. الاكوادور دي مالهاش علاقه بمجموعه قطر دي. وعندك ايران خسرت امام منتخب الامريكي بهدف دون رد. بص، احنا مش هننكر ان احنا لسه ما بيننا وما بين السنغال، فاهم؟ هتحس كده ان انت برضو لا فاهم، يعني فاهم. حاج فرج والنبي الحقنا. يعني السنغال خلاص راح دور ال 16، رايحين دور ال 16، فانت يا دوبك الحق بقى اعمل حاجه، فاهم؟ عشان بحيث ان احنا نخلص ننزل على دور ال 16 على طول، فاهم؟ ما نطولش في الكلام يعني، احسن ما نخش دور المجموعات وبتاع. فطبعا احنا هنطول شويه مع بعض النهارده، هنتكلم عن قطر وهنتكلم عن ايران، ولو في وقت نتكلم عن امريكا كمان، عن المنتخب الامريكي. دلوقتي احنا اول حاجه هنتكلم عليها هي قطر. منتخب قطر هو من المنتخبات فعلا، هي ما كانتش تستحق ان هي مثلا ان هي يعني هي تستحق فعلا ان هي تبقى حصلت المجموعه، بل اكتر كمان من كده ان هي ما تستحقش اصلا ان هي تخش البطوله. يعني هي اقسم بالله قطر ما تلعب دوره رمضانيه، رغم ان انت تبص على المنتخب ده تفتكر ان هو نفس المنتخب اللي دخل كوبا امريكا، واللي خد بطوله اسيا، واللي مش عارف عمل ايه واللي عمل ايه. ما هو اصل لعيبه منتخب قطر معظمها او كلها تقريبا بتلعب في الدوري القطري. ما هم مش متعودين على التلحمات اللي زي كده، مش متعودين على الجو ده. حته ان انت تلعب 3 ماتشات تستقبل فيهم هدفين قدام المنتخب الاكوادوري ولا 3 اهداف، وبعد كده تيجي قدام هولندا تقوم مرزع لك 2 ولا 3، وبعدين تيجي قدام السنغال تقوم مرزع لك 2 برضو. ما هي بالعقل، فاهم؟ عمرك ما تقدر تطلع حاجه نظيفه. وانا عندي كلمتي ولسه بقولها، ان فعلا منتخب قطر ولاعيبه منتخب قطر هم اتدلعوا. عارف انت لما تتدلع، مش بيقعد عيل طفل مثلا صغير يقول لك ده انت دلعك مرق، فاهم؟ عشان بيأفور. هي كده، ان فعلا منتخب قطر افور، اتأفور عليه قوي. الشو كله هو خده. ليه؟ لان هو البلد المستضيفه، وطلع وخد، يعني بسم الله ما شاء الله، خد جايزه اسوأ منتخب استضاف البلد، اسوأ منتخب لعب في بلده وخسر. هم الاداء صعب. دول مش قادرين يطلعوا بالكوره من منطقتهم مش عارفين يطلعوا بالكوره، مش عارفين جملتين على بعض بتتعمل مش عارفين يعملوها. مفيش، مش قادرين يخترقوا ولا حتى في اختراق من عمق، ولا في مفيش اختراقات اصلا. هو اصلا يعني الكره بتتباص، او بيباص الكره للجون، الجون بيباصيها للمدافع، وبعدين يلعبها اوفر لفوق، خلاص كده الكره اتقطعت، خلاص ما يعملوش حاجه تانية. دي الكوره بتاعت قطر، دي كوره منتخب قطر فعليا. دي لعيبه اتدلعت زياده عن اللزوم، زي كلام محمد ابو تريكه، قال لك دي لعيبه اتدلعت. كذلك الامر بالنسبه لمنتخب ايران. منتخب ايران، بصوا يا جدعان، احنا كنا عارفين ان واحد زي كيروش ده واحد كان جاي ياخد لقمتين عيش هنا عندنا وخلص الموضوع على كده. وكذلك الامر مع ايران، عايز ياخد لقمتين عيش برضو، وشغل تصريحات. بس لما طلع ومش عارف وقال لك ايه، قال لك انا مش مصدق ان امريكا بقت دلوقتي بتلعب بدل ما كان عندهم السكر بس بقى عندهم فوتبول كمان. يا عم طب ما انت، يا عم يبقى انت عندك فوتبول انت كمان. يا عم انت عندك فوتبول، انت واحد بتاع تصريحات. كيروش واحد بتاع تصريحات، وايران كان هو منزل النهارده المنتخب الايراني منزله لمجرد ان انا عايز انزل اتعادل. انا عايز انزل اتعادل اضمن التاهل بس. هي دي النقطه، ان هو كان نازل جاي على التعادل ليس اكتر ولا اقل. دي مشكله منتخب ايران. وكيروش نفس المشكله دي. ده يا جدع ده كان لابس نفس السلسله يا جدع اللي كان لابسها في ماتش السنغال. باين السلسله دي هو فاكرها بتجيب له الحظ، باينها كده. فايران فعليا، هي ايران نازله سايبه الماتش لامريكا. عيش يا صاحبي عيش، انا هلعب على التعادل، انا عايز 0-0 اساسا. بقت امريكا نازله عامله ايه؟ يعني ديست اساسا قدم ماتش عمره النهارده. ديست اللي برشلونه كانوا بيضربوه بالشبشب، وعندك اي سي ميلان بيضربوه بالشبشب برضه نفس الشبشب. ما في كان عامل ماتش ولا كانه مارسيلو في عزه. يعني مش مارسيلو، روبرتو كارلوس، فاهم؟ يعدي ويجري ده كان بيعمل، ده بيرقص، ده كان بيعمل سبرنتات. ففعليا منتخب ايراني كان نازل النهارده على التعادل ليس اكتر ولا اقل. ونرجع تاني، للاسف هنضطر نقول ان السنغال تستحق التاهل. للاسف حاجه زي كده. يعني انا عن نفسي مش يعني مش حابب ان انا اساسا ما بحبش اتفرج عليهم حتى لحد دلوقتي. بشوفهم بكتئب، بشوفهم بتخنق بصراحه. ما في، مش جايين معايا بصراحه. مش حابب الموضوع خالص. فللاسف هم يستحقوا ان هم يتاهلوا. وكذلك بالنسبه للمنتخب الانجليزي، اللي السنغال النهارده
ولا مين؟ يعني المنتخب الهولندي ما كانش احسن حاجه، مش عاجبني خالص اداؤه مليون في الميه. المنتخب الهولندي مش مكمل في البطوله، ومش بعيد يطلع من دور ال 16 اساسا. انا المجاميع كلها دخلت في بعض. المنتخب الانجليزي النهارده على الناحيه التانيه لما كان بيقابل النهارده منتخب كان بيقابل مين؟ انجلترا كان بتقابل مين؟ انا نسيت والله العظيم ثلاثة، والله انا نسيت. ما علينا، بس انجلترا برضو ما اعتقدش ان هي تقدر تكمل. ادائها وحش، ادائها مش احسن حاجة. يعني جت قدام امريكا لعبت اداء زي الزفت، ما كانتش احسن حاجة. وماتش ايران وامريكا هو اللي باين لنا نقطة ضعف المنتخب الانجليزي كان قدام امريكا على الله. شوف ايران النهارده كانت بتهاجم ازاي وبتروح ازاي وبتعمل ازاي. كان ماتش فعلا، يعني كان الناس كلها كانت فاكره ان هو ماتش بقى حرب عالميه رابعه وخمسه وسته وبتاع، والماتش في الاخر طلع ولا اي حاجه ولا اي حاجه. انت جابوا الجون، خلاص قعدنا بقى طول الماتش عاملين كده اهو. وقعد والقهوجي يحول على الماتش التاني ويرجع للماتش الاولاني ويعمل ويعمل. فتمام. بس دي كانت دردشه ليليه كده في السريع. قلت اطلع برضه عشان ما اغيبش عليكم. وبس كان معاكم امين الجبري، حلقه برنامج جبريات. ما تنساش اللايك والسبسكرايب وتفعل الجرس بقى. وبس. وعايز اقول حبايبنا السعوديين اللي مشرفيني في القناه هنا، بجد انا الاودينس عندي باين ان 29% سعوديين. فبجد انتم مشرفيني ومنوريني. وباذن الله المنتخب السعودي بكره يقدر يعمل حاجه ويفرحنا ويكسب على المنتخب المكسيكي. وباذن الله باذن الله 2-1 للسعوديه. ده انا ما كنتش ناوي اتوقع، بس يلا يلا ادينا قاعدين. وبس كده. السلام عليكم.